السلام عليكم متابعي قناة مشاهير نيوز. السلام عليكم إخوتي وأحبائي وعائلتي العزيزة والكريمة، معكم أخوكم في الله، ونعتذر عن هذا الغياب الطويل الذي دام ما يقارب الأسبوع. والأهم، عدنا لكم اليوم بأخبار مفاجئة وصادمة ومثيرة على المنتخب الوطني المغربي واللاعبين، وإن شاء الله كل شيء غيتحط بالمصداقية كما عودناكم عبر السنين. بسم الله ولتوكل على الله ولندخل في مغامرة. اليوم أول موضوع غنتكلموا عليه وغنبداو به عنده علاقة مباشرة بمن بالجامع الملكي المغربي لكره القدم الاتحاد الإسباني لويس دي لافوانتي، محمد وهبي وزيد على أوروبا. هذا شيء اللي غتشوفوه معايا اليوم مستوى آخر تماما. كتذكروا معايا الأشياء اللي كانت وقعت لامين يامال في المباراة ديال إسبانيا وميسار، وشنو كان وقع عليه في أتلتيكو مدريد، من كانوا كيقولوا ليه سير راك انت قبيح رجع للمغرب. وهذاك السيناريو اللي انتم كاملين عارفين من تما إسبانيا خداتي واحد الدق إعلامي كانت صعيبة وما سهلاش. وهاد شي كنا طرقنا ليه بالتفاصيل دابا مؤخرا. بدات كتبان النتائج ديال الدقة القوية خدتها إسبانيا، وهم بطبيعه الحال ما غاديش يبقاو جالسين كياكلوا في العصا إعلاميا على واحد الموهبة اللي كيضربوا بها المثال. إنها خلات المغرب واختارت إسبانيا باش ياثروا على الجلي. انقلب السحر على الساحر دابا. غينوضو الإسبان عبر وحده من أكبر الجرائد ديالو واللي معروفه بزاف واللي هي جريدو البايس. هاد شراء تحط غير مؤخرا، وهاد البايس جريدو تقيله في إسبانيا، عندها واحد تأثير كبير. قال لك يا سيدي إنين اليمان هو رمز لجيل جديد من الإسبان، وهو الجسر بين المغرب وإسبانيا. شوف كيش كيهضوا على المغرب ويعرف منين يمان بعدم اكتراته للعنصرية. كون كان ما كيكترتش العنصرية غادي يخرج وغيبدا يحط تصريح للعالم تقريبا كامل. شافوا الجرائد الرياضية تكلمت عليه هنا كاين تناقض من بعد. غيجيب لك يا سيدي المقربين والمحيط ديالك وقالوا هذا الكلام على الشكل التالي: إن لامين يامال محمي بدرع واقي ومعظم الأمور تنزلق عنه دون أن تؤثر فيه، وإن المشاكل التي يتعرض لها قد تكون صعبة على أي شخص آخر، ولكن لامين يامال يواجهها بهدوء وثبات لافت. ولهذا السبب وعلى سبيل مثال أعتقد أنه لا يضع نفسه في موضع الضحية أمام العنصرية. هكذا وضح مقربي لامين يامال بهذا التصريح، وتصريح اللي حطاته البايس. وما قالتش لينا شكون هذا المقربين وإيش الأب الأم العم ابن الخالق. فهمتوا يعني ما تمش ذكر المصدر 100%. ماشي مشكل، ولكن ركزوا لي على البنالتي الأول. قال لك إنين يامال هو جسر بين المغرب وإسبانيا، وهو رمز لجيل جديد من الإسبان. فهم معايا فين غبيبك، حنا باقين دقة دقة. ولكن هنا كيطرح واحد السؤال: هذا الرمز ديال الجيل الجديد ديال إسبان هو مين يمان؟ نراه لاعب مسلم أصول مغربي ومتشبت بالتقاليد المغربية. يعني لو ولا هو ليكزومبل بالنسبة للشباب الإسباني بطبيعه الحال، هنا كيكون تأثير على عده إبعاد. وهذا شي غيترقوا ليه بواحد الطريق اللي تقدروا تقولوا مباشر أو غير مباشر، المهم تصنش. قال لك أسيدي وراء الصور السطحية التي يتم الترويج لها على مين يمان هناك شيء آخر، وهو أن اللاعب يختبئ بالتزام مع طبقته وعرقه ودينه، واعتاد العود إلى الروكافوندا جراو معايا الكلمة اللي ما سطر لكم بالزرق. ولم ينسى المين يمان ارتباطه بالمغرب بلد والده، بل إن المنتخب الإفريقي حاول استقطابه للانضمام إليه، باقين كي جبدو. فهداشي يعني هنا من كتجي تهضر معايا على الأساسيات تحط في هذا المقال كتلقى كيفاش كيوصفوا التعلق ديال يامال بالمغرب والتعلق ديال لامين يامال بالعرق ديالو، بل والأهم بالدين. وهذا كلام الإسبان وهاتومك تقراو فيه بوضوح تام، يعني باش تفهموا الوضعية اللي كتلعب بها الصور اللي كيروجوها الإسبان على ميني يامال لافير. راه وصلت واحد الأبعاد اللي كبيرة جدا، لدرجة إن شكون غيدخل فيها رئيس وزراء إسبانيا شخصيا بيدرو سانشيز. وكيف ما كتقراو معايا قال لهم إن هذه الأشياء اللي كتوقع غير مقبوله مخصهاش تكون ولا يجب أن تتكرر. ودار واحد اللقطة اللي حصر بها هذاك النوعية من الجماهير والجمل اللي غيخدمها غيقول فيها لا يمكن السماح لقليه غير متحضر إن تشوه واقع إسبانيا، وإن إسبانيا تقبل التعدد والتسامح. راه باش يخرج لك رئيس وزراء ديال إسبانيا ويدخل في الموضوع، راه ماشي اللقطة سهلة باش نفهموا الأمور فين غادة. وهادشي وقع مع مين؟ يامال راه ماشي فقط كان حاصر على إسبانيا، بل إن المدى ديالو راه واصل حتى لفرنسا وأوروبا كامله. راه شوفوا غير بعدي. فاش كان داير الانترفيو مؤخرا قبل ما يخرج بالتصريح، أغلبيه ديال الناس من شافوه غيدير لقاء مع إذاعه فرنسي قبل المونديال. قال لك صافي الأمور تحسمات، غي لعب مع فرنسا. خرج اللاعب وقال لهم أنا باقي ما غنلعبش مع فرنسا وباقي ما اختاريتش. ضرب لك الإعلام الفرنسي أكبر ضربه. لحد الآن باقيين كيديو وكيجيبوا فيها شتي منين باش نقول لكم واحد اللقطة.
تخيل معايا إن من غير بيدرو سانشيز بيرني الفريس هذا كنت حضرت عليه قبل اللي هو وزير كطلاني للرياض غيقول لهم حنا عندنا أفضل لاعب، ولكن هذا اللعاب راه مسلم، وهذاك الأهازيج والأغاني وذاك السبان اللي كانوا كيديروا فيه ليس له أي اعتبار. يعني شوف معايا لامين يمان التثير دياله على إسبانيا فين وصل، وشتي لامين يمان فاش كان داير الانترفيو مع جريدو الأس المعروفة وساولوه طرحوا عليه واحد السؤال المهم، إيش قالوا ليه سمع معايا هذه اللقطة مزيان، قال ليه أين درجة، أنت كنت قريب تلعب مع المغرب وتخلي إسبانيا، شوف السؤال كي داير. ولكن ضرب على اللاعب كيفاش جاوب معايا مزيان، قال لهم بكل صراحة كانت تجربة غريبة إنني نختار ما بين المغرب وإسبانيا، وقال لهم باش نكون معكم صريح أنا كنت باغي نلعب مع المغرب، هذه الفكرة كانت كدور لي في بالي، ولكن في اللحظة اللي جيت ناخذ فيها القرار فكرت إنني بغيت نلعب في أوروبا. علاش؟ لأن أوروبا ومع إسبانيا عندي فرصة إنني نربح كاس العالم الأهم. ركزوا على هذه الكلمة، وإن الكره الأوروبي كتبينك للعالم بدرجة أكبر، يعني بالعلالي وبالدرجة المغربية. ديالنا اللاعب وبيختار إسبانيا من أجل المشروع الرياضي والمصالح الرياضية ديالو. هذا المشروع الرياضي نيت ولا المغرب كيسيطر فيه أوروبيا بل وأيضا عالميا. شتي غير ما بين اللحظة اللي مين يامال اختار فيها إسبانيا وما بين هذه اللحظة اللي حنا فيها الآن، راه كاين فرق كبير في القوة المغربي في المجال الرياضي. إيه هما داو مين يامال لعبوا على العائلة ديالو، لعبوا على اللاعب بطبيعه الحال، كل شيء كيضرب على مصلحته. لمين يامال كانت عنده 15 عام وقع اللي وقع، ولكن ها هو راه في الآخر ولا عبرة لمن يعتبر أنهم راه لن يرضوا عنك حاد تابع الطريق ديالك. وهذا الجملة قلت هدابة هي حطت لامين يامال في موقف اللي خلى رئيس وزراء إسبانيا ووزير الرياضة الكطلاني كي يخرجوا وكيهضوا على الأشياء اللي تعرضوا لها. ماشي فقط لامين يامال بل أيضا عمر الهلالي وما خفيراه. خصكم تفهموا إسبانيا شنو دارت مين يامال وهو فقط عنده 15 عام، راه نزلت بالثقل ديالها تقريبا كامل عرفوه، شكموه بلغوا الشارع، عرفوه انه موهبه صعيب. تعود تخيل معايا غتنوض لك جريدو ابي سي جريدة معروفه في اسبانيا وعندها الثقل ديالها باش هضرات على لامين يامال، راه خرجت لها ديريكت اشالتاهم ان لامين يامال يؤكد بانه كان سيلعب مع المنتخب الوطني المغربي بدلا من اسبانيا. ها هو هذا كلام ديالهم كتقراو فيه وحاطين حداها. لقد فكرت في ذلك حقا، غير أن إسبانيا كان عندها لافونتاج ديالش إن لامين يامال في بلد إسباني تحت إدارة إسبانية تحت ضغط إعلامي إسباني، وحتى الوضعية ديال اللاعب وديال العائلة ديالو تم إغراؤهم بالمشروع الرياضي الإسباني. ودائما واحد اللقطة كان بقى نكررها، فإيش كان هضر على ميني باش تظنوا إن شي لاعب في العمر ديال 15 عام غياخذ قرار مصيري في تمثيل أي منتخب؟ هذا سؤال كيطرح. وهذا الكلام كامل حنا لما تنوجوا علاش كنهضوا هذه الهضرة كلها، لأني أعلم أن العديد من الجاليات كيتواصلوا معنا وكيهضوا معنا أولادهم كيلعبوا في إسبانيا، ووصلت لكم مرارا وتكرارا بالصوت وكتسمعوهم تهضوا على كيفاش أولادهم حتى هم يتعرضوا لعديد من الأشياء من بعض الأشخاص الإسبان باش يخليوا المغرب ويلعبوا مع إسبانيا، والناس اللي متابعين يوميا يعلمون هذا تمام. العالم دابا غندوزوا لفرنسا اللي طايحوا في نفس المحن ديال إسبانيا. وهنا الأمر يتعلق بأيوب بوعد انتما كاملين. كنظن بلي انكم سمعتوا التصريح اللي كان داره مساعد مدرب المنتخب الفرنسي ديشون واللي هو ستيفانوي. تصريح راه كنظن بلي ان بزاف ديال المغاربه سمعوه، اللي قال فيه ستيفانوي ان اللي ما حضرش مع فرنسا وجد معها راه بنسبه كبيره ما غاديش يحضر مع المنتخب الفرنسي في المونديال، وما غاديش يكون واجد معهم. هذا التصريح عنده ابعاد عديده اللي ضربت لك الاعلام الفرنسي بالضبط، اللي طالما صايبوا بروباغندات وديزارتيكل ومقالات باش يضربوا في ديك القضية ديال ان ربو وعدي يخلي المغرب ويلعب مع فرنسا. دابا ناضلي مساعد المدرب ديالهم وضرب تقريبا ديك البروباغندات اللي كيخدموا عليها من زمان كامله في الزع او منصه بيفوت بموثاقه رسميه الى اخره. عطى التصريح ديال مساعد المدرب ديال المنتخب الفرنسي اللي عارفينه وجبدات الاسماء ديال اللاعبين اللي ما يرقبوهاش وما يكونوش منطقيا في المنتخب الفرنسي. دابا هذا شاهدون من اهلها شكون هما هاد اللاعبين ادول كروبي جيسير بيتيز. واخيرا غنلقاو الاسم ديال ايوب. بعد هذا شي غياجج بعض الناس اللي غيبداو كينتقدوا في الاداره ديال الاتحاد الفرنسي، وهاد شي يبدا كيتحط في لي ميديا مثلا. هنا قرا معايا شنو مكتوب هناك. لاعبين برغ نجمهم في هذا الموسم منهم ايوب بوعد ماتيو ايدول روبن رايسر، وهناك من يطالب ديدي ديشون بان يقحمهم في كاس العالم القادمه. يعني هنا التوتر على من كيطلع على ديدي ديشون والطريقه اللي كيقربها الامور. وهذا شيء علاش؟ لأن المشروع ديال المنتخب الوطني المغربي أصبح أقوى وشرس على المستوى الرياضي. وأنا كواحد من الجمهور المغربي تصريح ديال ستيفانوي
جانب 1-1 البني خاصه عجبني بزاف، لأنه بحالك يقول الكسير رسميا خو أيوب بوعدي حنا ما بغينوش في فرنسا. ألوغك اللاعب راه 18 عام وضارب في 50 مليون ديال الأورو. وريني منتخب واحد في العالم كامل، هذا كلام بدون عاطف، ما غيبغيش لاعب شاب عنده 18 سنة واصل القيم التسويقية والإعلامية اللي وصل لها أيوب بعد من إيطاليا لأرجنتين لبرازيل الإنجليز كاملين. ما كاين الشي منتخب غيقول لك إن هذا أنا ما محتاجوش حيتدابن إلا كانت الأمور محسومة واللاعب رسميا بلغ الإدارة الفرنسية وإنه غيلعب المغرب. بطبيعة الحال كاين اللي غيقدر يروج ديك اللقطة ديال راه حيت ما بغتوش فرنسا عاد هو جاي المغرب. وهذا التضليل راي كان داير على إبراهيم ديز اللي كانوا بداو كيرجعوا عليه راه حتى ما بغتوش إسبانيا عاد جا المغرب راه. في الآخر ناض لويس ديال فوانتي وضرب لهم حي هو كل شيء في الزيرو وقال لهم راه. إبراهيم دياز اتصلت معه وبغيت نجيبوه، هو اللي رفض والأمور بخواتيمها. يعني فهمني شنو باغي نوصل حنا؟ هذا اللاعب كنا كنهضوا عليه راه فقط من أجل شيء واحد، هو مصلح المنتخب الوطني المغربي. أنا أعلم جيدا أن هذا اللاعب حاليا اللي تنهض هضر عليه أيوب بوعد نهار غيجي المنتخب غيقلب وسط الميدان وغيخلي أقوى مما هو عليه الآن. تعلمون مرة كان أعطيكم واحد التشكيلة اللي كتكون مثالية حسب المردود ديال اللاعبين، وكان نقول لكم أفضل تشكيله منها في المونديال. في وسط الميدان كان هضر على الثلاثة اللي غيلعبوا في الميليو تيغان، هو أيوب بوعدي ونيل العيناوي ومهم سمير المرابط. كاين الناس اللي كيقول لك لا هاد اللاعبين كلهم عندهم خصائص دفاعية وما عندهمش خصائص هجومية. أنا باش نوضح لكم هاد اللاعبين كاملين يقدروا يلعبوا في جميع مراكز وسط الميدان، وهذا شي غنوريه لكم رسميا حسب موقع ترانسفير ماركت للتخصص دياله. هو بيانات اللاعبين الرسمي. نبداو بالسمير المرابط باش تعرفوا القوة اللي ولات عند المغرب كي يلعب في 3 المراكز. المركز الطبيعي دياله هو وسط ميدان وأيضا وسط ميدان هجومي، وزيد عليها حتى جناح أيسر هذاشي. علاش كيبان لكم سمير المرابط تقنيا مستوى عالي؟ لأنه في التكوين دياله تكون على مراكز عديده بلا ما نهضوا على الأوه الضاربة دياله اللي هي افتكاك الكره والانطلاق بها نحو الإمام. حنا شفناه في أول مباراة مع المنتخب المغربي شنو دار هذا واحد جورج نايل العيناوي. نيترا ما كيلعبش فقط كوسط ميدان دفاعي بل انه ايضا كيف ما كيبان لكم يقدر يلعب في الامام شوية ويربط اكثر ما بين وسط ميدان الدفاعي والهجوم. يعني عندك لاعب اللي كيضرب على جوج ديال المراكز ومتعدد الادوار. اما ايوب بوعدي كيف ما كيبان لكم هو النسخ طبق الاصل عنيل العيناوي تقريبا، يعني شد لك وسط ميدان دفاعي مع تعدد المراكز حيت حتى وسط الميدان راه فيها أدوار حيت كاين المركز وكاين الدور اللي كتلعبيه، فذاك المركز مركز. والناس اللي كيفاهموا في التكتيك ديال الكره راه عارفيني مزيان شنو باغي نوصل. والحاجة اللي كتجمع مع هاد اللاعبين دائما تنقولها انهم طوال الغامة وممتازين دفاعيا. راه عرفتي المليون اللي غيولي عندنا ان شاء الله كي داير. راه هذه الاشياء هي اللي كتخليني تفائل خيرا فيما يخص وسط ميدان المنتخب الوطني المغرب. وشي هذا النوعين ديال اللاعبين راه هي اللي كان كيقلب على الركراكي وما كانش لاقيها شيء الركراكي. فاش جاء هنا العيناوي راه شفناه كيفاش فرح بيه، ولكن راه ما كانش لاقي لاعبين بحال سمير المرابط وما كانش لاقي لاعبين بحال أيوب بوعدي. أما بلال خنوس وزيد عليهم عز الدين أناحي هم لاعبين طوب ولكن ما عندهمش الخصائص دفاعي اللي كانوا عند الثلاثي اللي كنا كنهضوا عليه دابا. قراو معايا السيناريو كي قالي وهداشي كامل مزيان. علاش؟ لأنه في حد ذاته كيبقى أوراق اللي كانوا عند محمد وهبي خصو يستغلها ويستثمرها بأحسن طريقة. عامه نتمنى لأيوب بوعد كل خير وإن شاء الله غنشوفه مع المنتخب في المونديال القادم بإذن الله. دابا غندوز لكم لعريس الأسبوع. شكون هو عبد الصمد السول اللاعب غيطلعوه الإسبان بهذا المصطلح المغربي. فوق العمار تعلمون لماذا السيد تبارك الله مسجل لك هدف عاطي جوج تمريرات حاسمة ولا عنده واحد الحاجة اللي ما كانتش قبل وهي الاستمرارية في الأداء. تبارك الله ما شاء الله. اجي تشوف معايا الإسبان الكلام اللي قالوه على عبد الصمد الزلزولي من بعد ما انفجر هذا الموسم، ولكن بالضبط في هذه المباراة الأخيرة والجميع